السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوش التاني. الوش التاني الوش التاني. يا مساء الخير يا برنس، ازيك؟ عامل ايه؟ وبتعمل ايه دلوقتي بتعمل ايه؟ طب فاكر وانت صغير كان نفسك تطلع ايه؟ هل حلمك لسه معاك ولا انت خلاص سلمت ونسيته في اول ناصية وخلاص انتخت ونمت؟ كان نفسك تطلع فارس لكن ما لقيتش حصان؟ كان نفسك تطلع ريس تفتح صدرك في ميدان؟ كان نفسك تطلع مطرب وتغني يا ليل يا عين؟ كان نفسك تطلع خنفس لكن ما لقيتش البان؟ كان نفسك تطلع ايه؟ كان نفسك تطلع عالم وتقيده النور في الضلمة؟ او يمكن ربنا عالم كان نفسك تطلع عالمة؟ ايا كانت احلامك وطموحك ايا كان، لازم في الدنيا تحاول انك تطلع انسان. حينما كان يسألني احدهم نفسك تطلع ايه؟ كانت الاجابة نفسي اطلع مطرب، تحديدا عبد الحليم حافظ بسماره ونحافته وحسه المرهف وتهافت الفتيات عليه. لكن للأسف لم أتمتع بالصوت الجميل، ولكن طلعت أسمر ونحيف وحسي مرهف وتتهافت الفتيات علي. حينها أيقنت أن العندليب عندليب حتى لو لم يغني. هذا السؤال ليس بجديد، وكل الناس عارفين ان انا نفسي اطلع حكم وامسك الصفارة وامشي الملعب زي الساعة. بس دلوقتي خلاص ما بقيتش عايز اطلع حكم، بقيت عايز اطلع اول مظاهرة تأييد للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي. كنت أتمنى أن أصيغ حلاقا حتى أصفف شعوغ الصغاغ على حسب رغباتهم دون الالتفاف إلى قهر الآباء. وأنا صغير كان بيعجبني عسكري المرور اللي كان بيتعب علشان ينظم خطوط السير في الطريق الصحيح. فكانوا يسألوني نفسك تطلع ايه؟ كنت اقول لهم عايز اطلع عسكري مرور. لكن للاسف اللي طلع عسكري مرور هو زميلي اللي كان قاعد جنبي، اللي في الاصل كان نفسه يطلع بتاع كنافه. وادي النتيجه، الشوارع كلها مكسرات. شوف، أنا إنسان واقعي، ما أحبش أعيش في الأوهام والأحلام. كل اللي كنت بحرص عليه هو الانضباط، أكون منضبط، بنفذ المهام اللي عليا بكل دقة، أذاكر واجتهد وأنام في الميعاد وأصحى في الميعاد وأحقق إنجاز على الأرض. بعد كده بقى أطلع زي ما أطلع، المهم الانضباط. المرة الوحيدة اللي فكرت فيها اطلع حاجة، فكرت اطلع عمرة وما ارجعش تاني. الوش التاني الوش التاني. الحقيقة ان السؤال ده كان دايما بيتسأل لي كتير جدا وما كنتش بلاقي له إجابة محددة، لحد ما جيت في فترة من الفترات بقى اللي يسألني عايز تطلع إيه؟ بقيت أقول له عايز أطلع من المعتقل. والله أنا سعيد إنك سألتني السؤال ده. شوف، كان بيشد انتباهي جدا البواب بتاع العمارة. تخيل
كنت بحس وهو قاعد على البوابة إنه قد امتلك هذا المبنى الضخم بكل ما فيه من طوابق ومصاعد وسكان. فكنت أتمنى بتفكير طفولي إن أبقى بواب وأقعد كملك متوج على دكة العمارة الوثيرة، ولا أسمح أبدا لأي اعتداء على مملكتي، لا اعتداء خارجي من حرامية أو بلطجية، ولا حتى اعتداء داخلي من أي ساكن منحرف ممكن يلوث سمعة العمارة. ولازم أسأله مين اللي طالعة معاك وطالعة فين، ومعاك قسيمة ولا لأ، وهل أمك عارفة ولا لأ. لابد من التدقيق للحفاظ على شرف العمارة كلها. نحن لا نساوم على الشرف أبدا. تاكل موز؟ كل. أنا عن نفسي كان نفسي أطلع موديل، لكن تقاليد العيلة المحافظة لم تكن تسمح. لكن ربما يكونوا هم عارفين مصلحتي أكتر مني، لأني سمعت بعد كده إن المجال ده فيه مخاطر على البنات، وخصوصا لو كانوا بنات أمامير وجذابين. هي أنا كان نفسي أطلع طبيب بيطري قسم كتاكيت، لأني بحب الكتاكيت جدا وبتألم لألمهم، وبعدين لأنها قنوعة جدا. ولو قلت لكتكوت هديلك 3 فتافيت عيش في اليوم مش هيعترض. يا ريت كلنا يبقى عندنا قناعة الكتاكيت. كنت عايز اطلع عجلاتي زي ما بقول لك كده. كنت اعشق ركوب الدراجات. كنت اجر العجله ساعه، الساعه دي تبتدي من الظهر وتخلص بعد المغرب، يا كده. فكانت تقوم على اثرها مشاجره بين العجلات والعائله باكملها. والعجلات راسه 1000 جزمه قديمه يدفعني تاخير. تاخير ليه؟ عايز افهم انا تاخير ليه؟ عيل صغير يعني، لا في ايدي ساعه ولا في جيبي ساعه ولا اعرف الساعه. عشان كده كنت عايز اطلع عجلاتي، عشان العجل كله يبقى بتاعي بقى وبراحتي بقى، لا ادفع تاخير ولا حد يفتح بقه زي ما بقول لك كده. طول عمري وانا بتمنى اشتغل شغلانه تناسب امكانياتي. فكرت كتير ده من وانا صغير، لغايه ما وصلت لاجابه وقلت لهم بوش مكسوف انا عايز اطلع نجار. نجار باب وسباك. الحقيقه لاني كنت بشوف النجار اللي في الورشه جنب البيت وهو بيشتغل، وكان بيعلم على الخشب بالقلم الرصاص، وبعدين يمسك المنصار علشان ينصر ويسيل القلم ورا ودنه. لكن الحقيقه القلم كان بيقع من ودنه لان ودنه كانت صغيره. فعرفت انه فشل في اختيار الشغلانه اللي تناسبه، وقررت اطلع نجار. شوفوا القلم اهو مسنود واخر حلاوه. الحقيقه انا كان نفسي اطلع مبلط، اللي بيركب البلاط. ليه بقى؟ لاني كنت دايما بسمع الناس بيقولوا عباره من ضمن العبارات، وهي ان فلان شايل فلوسه تحت البلاطه. وكان الفضول بيدفعني دايما اني اسال انهي بلاطه فيهم اللي شايل تحتها الفلوس، لان كل البلاط متشابهات
حاجة تلخبط، فقررت أن أبحث عن السر وأطلع مبلط. لما كنت صغير كان جنبنا موقف ميكروباصات، كان أكتر شخصية في الموقف بتشد انتباهي التباع بتاع الميكروباص، لأنه كان الأكثر نشاطا وأنا بحب الحركة، وكان من غيره الركاب يتوهوا وما يعرفوش إيه بيودي فين، وكان بيعجبني نداهم جدا، وكنت حاسس إن صوتي أقوى من كل التبعين، وكنت أتخيل نفسي وأنا بنادي وأقول على بنها رايحين ركاب بالملايين، على بنها رايحين ركاب بالملايين. هيكون يعني كان نفسي اطلع ايه احسن من اللي انا فيه؟ هو في احسن من كده اصلا؟ ربنا يكرمك ويزيدك من فضله. وانا مستني منك دعوه انت؟ قال بتدعي لي، قال يا واد يا مؤمن، يا واد يا مؤمن. كنت أرى نفسي في مهنة التمثيل. صحيح أنا اشتغلت فيما بعد في مجال التمثيل الدبلوماسي، لكن أنا كنت حابب جدا شخصية الممثلين بتوع السينما، وكنت أتابع جيدا الفنان حسين رياض، وعندما كنت أراه كنت أشعر أنه قريب مني رغم فرق السن، ولكني كنت أحب أدلعه وأقول عنه السحس. ولما يقول لي تعالى أي أحد الأصدقاء، يعني لما يقول لي تعالى نروح السينما، أسأله الأول إذا كان الفيلم ده فيلم سحس ولا ما فيهوش سحس. ولما كان يشترك في الفيلم الفنانة مثلا سامية جمال، ما كنتش أقول أنا رايح أتفرج على فيلم سامية جمال، لا، أنا كنت أقول أنا رايح أتفرج على فيلم سحس. شوف بقى، أنا طول عمري وأنا عايز أطلع مدير. مدير فين؟ يبقى تعالى وأنا أقول لك فين.